اهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. شايفين بقى قرص الاومليت الحلو دوا؟ النهاردة هعمله معاكم بطريقة سهلة قوي، وكمان من حاجة احنا بنرميها ومفيدة وحلوة قوي، ولو ولادك ما بيحبوهاش مش هيعرفوا خالص ان انت حطاها في الاومليت. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل الاومليت الحلو ده ازاي. بس الاول ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد. ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي فيها وتفعلي الزر بتاع الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد اعمله. شايفين بقى الاومليت؟ يعني بيتزا الاومليت حلو قوي ومفيد ومغذي للولاد، ومكونات كلها من بيتك وحلوة جدا. نيجي بقى على الحاجة اللي احنا بنرميها. عندي هنا التقوير بتاع الكوسة، عارفين لما بنيجي نعمل محشي ونقور الكوسة؟ طبعا تقوير الكوسة ده كل الناس بترميه، فانا بقولك من النهاردة ما ترموهوش. بنقور الكوسة و نحطها مثلا في طبق في التلاجة. انا كنت حطها في طبق في التلاجة لتاني يوم اما عملت بيها الاومليت كده الصبح، وكان حاجة طعمها حلو قوي والولاد عجبهم جدا. وعندي فلفل مقطع كده احمر واخضر برضو، ممكن يكون فيزراه من التلاجة. وقطعة بقدونس برضو كانت في التلاجة في الفريزر. وعندي بيض وعندي بيكنج باودر ومعلقتين دقيق. بس كده. بصوا خدت كده الكوسة وهرستها كويس قوي علشان هي مش هتبان خالص في الطعم. وانتوا عارفين كويس ان الكوسة مغذية وهضمها سهل قوي للأطفال كمان والمعدة. وحطيت عليها الفلفل والبقدونس، وهحط عليها البيض. تقدري تزودي، انا حاطه هنا 4 بيضات، تقدري تحطي 5 تحطي 7 على حسب عدد الأسرة عندك قد ايه. والمعلقتين الدقيق علشان يخليها تربط كده معايا واما اجي اقلبها ما تتقطعش. وهحط كمان يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر ممسوحة علشان تخليها مفرغة من جوه مش مكتومة. وكمان ملح وفلفل، ممكن تحطي شوية كزبرة ناشفة. 7 بهارات. ظبطيها كده على مزاجك. عايزة تحطي بقى حبة شطة، كل ده اختياري. هبتدي بقى ان انا اضرب كل ده كويس كده مع بعض وافك الخضرة كده عشان هي كانت متلجة. وهضربه كويس قوي كده مع بعض. وتقدري كمان ان انتي تحطيها في قوالب الكب كيك الصغيرة، وتبقى كب كيك كده صغنونة، تبقى حلوة قوي الولاد بيفرحوا بيها. جيت بقى على الطاسة على البوتاجاز، حطيت فيها معلقة من السمنة. بس اهم حاجة تكون طاسة مش بتلزق يعني، علشان لما تيجي تقلبيه الناحية التانية ما يتقطعش ويتبهدل معاكي ويطلع زي ما انت شفتيه في اول الفيديو قرص على بعض. ابتديت اول ما السمنة يعني ابتدت ان هي تسخن كده، ابتديت انزل بالخليط بتاع الاومليت كله. وسبتها بقى على نار هادية جدا زي ما بتهدي على الرز كده، علشان ما تاخدش لون وتلاقيها مش مستوية. اول ما ابتدت الحروب بتاعتها كده تاخد لون شوية وابتديت ان انا اهزها لقيتها تمام، رحت قلباها الناحية التانية في طبق كبير. وهبتدي ان انا انزلها. بس كده. بقية الخليط اللي كان في الطبق ده هحطه من تحت كده يستوي معاه عادي. وهسيبها بقى برضو على نار هادية خالص لغاية ما تستوي كويس. شايفين بقى شكلها تحفة جدا، شكلها جميل وطعمها كمان اجمل. وزي ما قلتلك ولادك مش هيعرفوا خالص ان هي فيها كوسة، وما رميناش تقوير الكوسة اللي بيترمي، فاحنا استفدنا بيه. وتقدري كمان ان انتي تحطيه في كيس لو مش هتستخدميه على طول، وتحطيه في الفريزر تقسميه على مرتين مثلا، وتحطيه بالخضرة بتاعته في الفريزر. وقت ما تحبي عايزة تعملي اومليت تطلعيه بالخضرة بتاعته تضربيه على طول على البيض ويبقى تمام التمام. وده كده كان شكل الاومليت بتاعنا النهاردة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها واعملوها بقى لولادكم، هينبسطوا قوي بيها. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟
ما تنسوش بقى زي ما قلتلكوا لايك كتير للفيديو، ومع السلامة.